مشيني انا بقى الاول لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الورد عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الحب، صباح التفاؤل، أحلى صباح من سوق الحضرة. بصوا هعيشكم معايا النهارده بقى. يعني انا قمت بدري النهارده قبل ما اصحي حماتي، اخدت بعض كده لقيت البيت منفض من كل حاجه، ما فيهوش حاجه خالص، وكان لازمني حاجات كتير قوي، حاجات للاكل والليمون والفلفل والحاجات والخضار، ما فيش خضار خالص في البيت ولا اي حاجه. فاخدت بعض كده وقلت ايه، توكلت على الله وقلت هنشوف هجيب ايه، وانتوا تبقوا معايا ان شاء الله، وهعيشكم يوم جميل جدا وصباح حلو قوي في سوق الحضرة. طبعا اللي في الاسكندريه ومن الحضره هيعرف السوق دوت وهيعرف اسمه ايه، وانا هقول لكم اسمه ايه دلوقتي. بجيب منه الحاجه بارخص الاسعار وحاجات جميله لو يعني الحاجه بره في سوق الحضره مثلا ب10، ممكن اجيبها من السوق اللي هو متفرع من سوق الحضره دوت، ممكن اجيبها ب5، ممكن اجيبها ب4، وهتشوفوا معايا دلوقتي. فتعالوا نشوفوا الحاجة جبتها منين، وسوق الحضرة شكله ايه، عم عاطف دوت يعني احنا طول عمرنا بنجيبه منه، يعني لان انا حماتي وبيتي وبيت والدي احنا 3 في الحضرة، فعلى طول بنجيبه منه. طول عمري بجيب حاجتي منه بصراحة، ما بستطعمش من اي حد تاني بأي حتة فرخة كده نضيفة الا من عنده. فهنا هو مربي فراخ بيتي بلدي، يعني انا بحب اجيب منه احسن من الفلاحين، احسن من الفراخ البيضه واللي هم التانيين دول. بصوا بسم الله ما شاء الله، الديك دوت مربيه، يعني الديك ده محترم جدا وبيخاف على بيخاف على البرابر بتوعه. لو فرخه راحت كده، انا والله العظيم شفت بنفسي يوميها، لو فرخه راحت كده ولا كده بيروح يجيبها من شعورها. طبعا ما اجمل يعني تقومي الصبح بدري كده وتنزلي تجيبي العيش ومن الفرن البلدي اللي الواحد بيشيلن بتاعنا الجميل ده، وتشمي ريحه الخضره كده، وتشمي ريحه الخضار وهو لسه جاي طازه كده. ده بصراحه انا بحب الشعور ده جدا، بحب ريحه السوق جدا، بحب ريحه الخضار كده وريحه الجبنه الفلاحي. بصوا جمال ما شاء الله الفلاحين في السوق ده جميل. السوق ده على فكره اسمه سوق النسوان، ما اسموش سوق الستات، لا اسمه سوق النسوان، واللي في الحضرة هيبقى عارف السوق ده كويس قوي. ومحلى الفلافل بتاعت الحضرة بتاعتنا ده المدهش، اكيد انتوا عارفين ليه فروع في حتت كتيرة قوي في الحضرة، وفي اسكندرية، يعني في منه في الازاريطة، وفي منه في محطة مصر، وفي منه معرفش بقى في منه في بره اسكندرية ولا لا. ده احلى فلافل بنجيبوها من عنده بصراحه. يعني انا ببقى في بيت حماتي، اقسم بالله انا ببقى شامه الريحه من البلكونه جايالي بالليل كده، بيبقى تهيالي البس كده وانزل اجيب فلافل واجي. ريحه الفلافل بتاعته بتبقى جايبه من اخر الدنيا. ف وحماتي بتحبها جدا، فانا نزلت برضو مخصوص عشان خاطر اجيب لها، كان نفسها في قلقاس، فجبت القلقاس بالمره. بصوا دي دخلت البيت بتاعت حماتي، يعني معلش صعبه شويه، والبيت قديم جدا جدا وعايز يترمم صعب جدا جدا، فبس هو ربنا يسهل الحال ان شاء الله ونرممه لها باذن الله. فهنا جبت برضو، يعني جبت معايا يعني اكلة مش يوم واحد، لان انا بصراحة انا مش بنزل كل يوم، لان السلم لوحده بيهد الحيل، وعشان اجيب حاجات واطلع بالشنطة بتاعت اللي هي السوق دي، العجلة بتاعت السوق، يعني واطلع بيها السلم صعب جدا، ومفيش حد كان فوق ياخد مني مثلا يسحب السبت، فانا قبل ما بنزل السبت عشان اخف بس من الحاجة اللي في الشنطة، عشان اعرف اطلع بيها. السلم صعب جدا وطويل. ساكنة حماتي في السادس. يلا استنى على الشهر بالله، ادعولي. فطبعا انا ده اسلم شيله بحملها كده على ظهري، دي اسلم حاجه، بتبقى شيلتها خفيفه شويه، يعني كنت جايبه حاجات ياما، البيت كان ناقصه بصراحه حاجات كتير قوي، فقلت بالمره وانا تحت اجيب اللي ناقصنا. صباح الفل عليكم.
خلصت هنا الحمد لله، كنت على اخري ومش قادره اخد نفسي. فقلت اطلع السبت. طبعا لو بيبقى جوزي موجود ولا اي حد بياخده مني بصراحه بيريحني، بينزل لي السبت على كذا مره. بس هو في شغله طبعا بيقعد كام يوم، يعني ربنا يقويه ويعينه. فانا بساعد نفسي بنفسي. مش معقول بقى هصحي حماتي اقول لها نزلي لي السبت، يعني مش زينب تبهدلني. فهنا بنزل السبت قبل ما بنزل السوق، وبساعد نفسي يعني، وربنا هو المعين. فيعني تخيلوا بقى لو الحاجة اللي في السبت دي كلها في الشنطة وطلعت بيها كلها، كانت هتبقى صعب جدا. فحكاية السبت دي بصراحة، والسبت ده قديم قوي قوي عندنا يا جماعة. بصوا ده بقاله سنين عندنا. والشنطة دي برضو اقسم بالله قديمة جدا جدا. والعجلة يوميها اتكسرت مني وانا في السوق، يعني قبل ما اسيب حماتي الفترة اللي انا سبتها الطويلة دي كلها. اتكسرت واجيب لها عجلة، والشنطة بتاعتها اتقطعت واجيب لها الشنطة. وبصراحة أصيلة، يعني عاملة زي الست الأصيلة فعلا والله العظيم. تلاته كانت أختي اللي جايباها لي، ربنا يشفيها يا رب ويقومها بالسلامة. ويشفي كل مريض يا رب. كانت هي اللي جايباها لي بصراحة من فترة، يعني كانت ظروفي يعني ربنا يعين بيها كنت تعبانة جدا من شيل السوق والحاجات دي، وكان يعني ظروف صحية كده. فأختي ربنا يبارك لها يا رب هي اللي جايبه لي الشنطة دي. هنا جبنا اهو بقى العيش والحاجه بفضي حاجه حاجه قدامك اهو، يعني والاريال والنستابون، ما كانش فيه نستابون. وجبت طبعا الخضره بتاعت السلق والكزبره والليمون والحاجات دي، طبعا لازم لازمه للقلقاس. رحت هنا لفيت الحبل بتاع السبت وعلقته وقفلت باب الشقه. بصوا هنا الجزر، يعني هقول لكم على حاجات بسيطه كده من الاسعار بتاعت السوق النسوان دوت. يعني الجزر ده انا في السوق بره كان ب8 وفي ب10. انا جايباه ده اقسم بالله جايباه ب4 جنيه. القلقاس دوت كان بره ب10. دوت انا جايباه ب7 ونص. يعني الخضره والحاجات دي معروفه الرابطه بجنيه ونص، والكزبره بجنيه. الحاجات دي معروف اسعارها. الا بقى لو يعني الخضره بتبقى محروقه وشحه شويه بنجيبوها ساعات ب2 جنيه، وبتبقى الرابطه ما فيهاش. والليمون ده بص بره الربع ب4 جنيه، ده انا جايباه اقسم بالله ب2 جنيه. فالاسعار في السوق اللي انا بقول لكم عليه ده بصراحه حلوه قوي. عم عاطف ده بقى جايب الفرخه بتاعته. ده بقى بص الحاجه بصراحه مش رخيصه عنده. يعني انا بجيبها بيزود عليا مثلا في الفراخ 2 جنيه ولا حاجه عن السوق بره. بس باخد منه فرخه بسم الله ما شاء الله. يعني بيبيع لي اغلى ب2 جنيه وانا ببقى عارفه. وكلنا بناخده منه عارفين ان هو اغلى من السوق ب2 جنيه، بس بتاخدي منه حاجه ولا عيانه ولا مضروبه ولا فيها حته زرقاء كده ولا كده. بتاخدي حاجه بسم الله ما شاء الله بصراحه ربنا يبارك له. واللبن ده بصراحه بحب لبن الفلاحين قوي، اللي هو اللبن البقري. بيبقى خفيف ومش دسم زي اللبن الجاموسي. فانا في واحده يعني فلاحه حبيبتي كده معينه، بجيب منها لما بكون عندها اللبن البقري دي، بتشيل ازازه. فبيبقى خفيف وبرضه بيبقى ارخص من التاني. يعني احنا دايما لما بننزلوا السوق بندوروا على الارخص والاحلى طبعا. فهنا فضيته كان لسه فيه تلج. فضيت نص الازازه، واللي فيها التلج دي سبته لما يخلص، بس اللي في الحله دوت نبقى اكمل ابقى اغليه. ده تشمي ريحه لبنها بقى بصراحه، ريحه اللبن جميل جدا، تحس ان انت في الارياف كده. وبحب حاجه الفلاحين جدا. ريحه الجبنه الفلاحي وجبنه القريش واللبن بتاعهم بس في للاسف بيبقوا يعني بس مش دي بصراحه، بيبقى اللبن مزنخ شويه كده، بيبقى ريحته وحشه جدا. يعني انا جربت كذا واحده، حرمت اجيب منهم حاجه، يعني حاجتهم ما عجبتنيش. فدي انا جربت حاجتها ما شاء الله بصراحه ربنا يبارك لها. حاجتها حلوه قوي. فانا لما ببقى في السوق بلاقي حاجه حلوه بصراحه بمسك فيها خلاص، مش بغيرها بقى، مش بحب اجازه. يعني اتسكت مره جبت حاجه وحشه من واحده كده، خلاص ما بروحش عندها تاني. زي بتوع السمك برضو في كذا واحد. يعني سوق الحضرة ده في واحد اسمه اوسة. ده حاجته ما شاء الله يعني بتبقى غاليه شويه. بس بتاخدي حاجه طازه، حاجه لسه جايه.
فبرضه بنحب الحاجه اللي من عند اوسه جدا، يعني هو بيبقوا نفرين بالعدد في سوق الحضره، والباقي كله بيبقوا يعني الله يسهل لهم الحال يا رب. بتبقى الحاجه عندهم بايته شويه، بتبقى ريحتها كده مش مظبوطه، فالسمك بالذات يوم ما بنجيبوا سمك يعني بتبقى اكله الشهر. يوم ما بنجيبوا اكله السمك دي بتبقى عايزه تاكلي حاجه نضيفه شويه، حاجه ريحتها حلوه، فاحنا بنسترخصوش لما بنجيبوا حاجه مثلا اكله شهر ولا كده، فايه بنستنضفوها يعني نجيبوها نضيفه شويه. فهنا نضفت الفرخه بقى وغسلتها حلوه قوي. بصوا بقى القلب، انا عايزه اقول لكم قلب الفرخه يا جماعه بيبقى فيه من جوه دم مكلكع كده، فلازم انا بفتحه واطلع الدم اللي من جوه ده. يعني في بنات لسه متجوزين ولا كده ما بيعرفوش الحاجه دي. الدم ده بقى لو نزل مهما تغسلي القلب وكده ونزل في الشوربه، بصوا كلاكيع دم قد ايه نازله منه، دوت بيزفر الشوربه. فالبنوتات اللي لسه متجوزين، انا عارفه الستات ست الكل طبعا المتجوزه بقى لها كذا سنه عارفين الكلام ده وزي الفل طبعا بينضفوها احسن مني، بس انا بقول الكلام ده اللي لسه متجوزين. كانت حماتي زينبو هي اللي قايله لي على على الموضوع ده. فانا الكراكيب دي بصراحه انا مش بعملها مع الفرخه، يعني بشيلها كده بحوشها اليوم تاني، بعمل عليها بق شوربه خضار، بعمل عليها صينيه بطاطس. لازم يعني لو يوم اكلنا فرخه اليوم التاني مش بنعمله طبعا، يعني بنقضوها. باخد الكراكيب دي بعمل عليها اي حاجه. تبلتها هنا حطيت عليها خل وملح وليمون وفلفل اسود، وهسيبها تتنقع شويه. هنا كل دوت حماتي لسه ما كانتش صاحت من النوم. انا هنا كان خلاص الظهر ادن، فانا هسيبها تتبل بقى في التلاجة، هسيبها شويه. شوفوا زينبو بتعمل ايه كده، نهزروا معاها شويه. زينبو بتعملي ايه؟ صباح الخير. صحيتي؟ انا رحت السوق ورحت جبت القلقاس والفراخ وسبتك نايمه، مرضيش اصحيك، قلت انت امبارح ما نمتيش ولا اول، اسيبك تنامي شويه. صحتك ايه؟ الحمد لله، ربنا ما يحرمش حد من بيته يا رب، اللهم امين يا رب. طلع من داره وتقل مقداره. لا، ما حدش يقدر يقل من مقدارك ابدا، احنا كلنا عيالك، واللي يزعلك فينا ولا طبعا اليوم دوت اللي كانت حماتي سابحه تعبانه فيه، وبحاول اخفف عنها شويه، اهزر معاها يعني كانت تعبانه ونفسيتها تعبانه. لو عايزين تعرفوا ليه ارجعوا للفيديو اللي قبل منه. كنت لسه هنا هروح احضر لها الفطار، كانت لسه صاحيه ويا دوبك انا روحت صليت الظهر وجيت، حتى لسه باذان الصلاه فطرتها الاول، حضرت لها الفطار بتاعها. طبعا انا هنا اشتغلت في القلقاس، يعني حصلت ظروف كده خلتني ما عرفتش اصور لكم القلقاس، فالمره الجايه ان شاء الله هعمل لكم اكله حلوه نعملوها مع بعضينا، هنعمله فطير مشلتت ان شاء الله مع بعض. استنوني في الفيديوهات القادمه باذن الله، هتشوفوا حاجات احلى، بس انتوا شجعوني بلايك بالله عليكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وده كان فيديو النهارده روتين صباحي، واخدتكم معايا في السوق وشفتوا البياعين بتاع السوق الحضره بتاعنا شكلهم ايه. لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.